والمغرب، انت بتطالب ان انت تلعب مع المغرب، مواجهه المغرب اللي هي اصلا الفريق الصغير خد الكاس، يعني الفريق الصغير خد الكاس، فانت عاوز قبل افريقيا، مش قبل كاس العالم، قبل افريقيا تواجه المغرب وانت داخل. طب ولو قابلت بص انا ما عنديش مشاكل يلعب ماتش ودي مع فرقه مش مشاركه، ما ده ذكاء منه برضه. لا ده مش ذكاء. انت دلوقتي بالمستوى اللي احنا بنشوفه، هل انت ضامن النتيجه؟ المغرب ما احنا غلبناها لا دي مشكله كبيره. النهارده الجون. ما ينفعش نقول ايه المشكله مع المغرب. المغرب النهارده اسود. انت لازم النهارده تاخد الاول تقوي منتخبك وتعدي يا رب اتمنى افريقيا على خير اللي احنا بقالنا فيها 70 سنه مش عارفين ناخدها، فتعديها على خير وبعدين قول انا عايزه العب المغرب لما تبقى نتائجك حاسمه، لما تبقى نتائجك مرضيه، مش ان انت كسبت بالزق، مش ان انت دخلت كاس العالم بالزق. بقالنا 15 سنه ما خدناش. ما انا بقول لك اهو بقالنا 15 سنه، فانت عايز تجيب لو النتائج غير مرضيه في الماتش الودي ده، فانت جبت احباط للعيبه قبل ما يخشوا افريقيا. مش وارد. طب هم هيخشوا يقابلوهم ازاي؟ هيقابلوهم على ان هم يكسبوا ولا يقابلوهم على ان هم خافوا ان هم يعني اتغلبوا؟ مع فرق قويه تقولوا ليه؟ يلعب مع فرق ضعيفه تقولوا ليه؟ مش يعني لا ما قلناش ليه لعب مع فرق ضعيفه، قلنا عاوزين سكور اعلى لانها فرق ضعيفه، زي ما كده الزمالك كان بيلعب فرقه في افريقيا ضعيفه وقام جايب 8 اهداف او 6 اهداف، مش فاكره 8 ولا 6. انت ليه كل حلقه بتيجي بتتهجمي على حسام حسن خالص؟ بالعكس، ده انا النهارده في اول حلقه قلت لك انا هسنده وادي له نصيحه، اسندك بان انا اقول لك ده قرار خاطئ ان انت تقول انا عايزه العب المغرب في الوقت الحالي قبل افريقيا. عايز تلاعب فرقه ماتش ودي، لاعب ناس مش مشاركه، لاعب فرقه مش مشاركه. كان في المغرب، كان في الاقتراح بتاع ان انا لاعب المغرب وانا قلت ده هزار. كان في المغرب وكان في نيجيريا بقى، ما المغرب دي في حته ثانيه دلوقتي اصلا هتلعب. لكن انا كان في مقترح ان انا هلعب نيجيريا. السؤال ارجوكوا اكمل السؤال. يعني انا بتكلم ان هو كان مقترح ان هو يلعب مع المغرب، اوكي، واحنا قلنا انه اقتراح خاطئ لان المغرب في البيك بيك الكروي بتاعها، فكان ازاي ان انت خدت القرار ان انت تلاعب المغرب ولو كنت خسرت كان ملاعبها؟ ايه المشكله معايا؟ معلش انا مصري. لا انا مصر. معلش انا منتخب مصر. هو احنا باين طيب احنا لا انا ما قلتش مش ده قصدي انا فاهم قصدي انه انت النهارده ما ينفعش جازف او اعمل اللعيبه. طب لو خسرنا، انا بتكلم على الاحباط اللي هيسيب اللعيبه قبل افريقيا. وليه نخسر واحنا اسمحي لي اختلف معاكي مثلا بقول مثلا اسمحي لي اختلف معاكي في الجزء ده مثلا. اسمحي لي اختلف معاكي. طبعا اتفضل. الماتشات الوديه الغرض منها ايه؟ الغرض منها مش النتيجه قد ما الغرض منها الوقوف على مستوى حقيقي للفريق واستعداد قوي للبطولات الكبرى. مش فارق بقى اتغلب من اي فريق، تمام، بس فارق معايا ان انا احط ايدي على نقاط الضعف والقوه في فريقي انا، مش الفريق المنافس، تمام. فبالتالي النهارده ايه المشكله؟ انا مع كامل احترامي للمغرب، احنا منتخب مصر وليه اسمه وليه تاريخه، فلا بد ان احنا ما نخافش من اي فريق. احنا مع كامل احترام لفريق المغرب، احنا كنا بنلاعب البرازيل وبنلاعب اي فريق عادي، كسبنا ايطاليا قبل كده في كاس العالم. لا ما هو احنا مش هنعملها قوي كده لان المستوى بتاع المنتخب مش احسن حاجه، فانا النهارده مش هقدر اقول لك ليه ما نلعبهمش وامشي ورا كلام ليه ما نلعبهمش. مش احسن حاجه طول ما انا خايف، هفضل مش احسن حاجه ليه ما انا احط تشكيل صح واقيم صح والعب صح. انا برضه بلعب بقماشه، ما هي دي المتاحه، القماشه اللي موجوده، ما هيجيب لعيبه منين؟ هو يعني مش احسن حاجه. طب احنا مش احسن حاجه، القماشه اللي عندي ليه؟ انما احنا مش احسن حاجه، ما قاعدينه ليه طيب؟ لا السؤال ده انت تساله لاتحاد الكوره. يعني ما دام احنا خايفين قوي كده وقاعدين ما احنا دول اللي هنلعبهم في افريقيا. ما هو ده الكلام اللي بقالنا شهرين بنقوله على فكره، ده الكلام اللي احنا بقالنا شهرين. هو احنا لو وصلنا او صعدنا الادوار الاقصائيه وقابلنا المغرب هنقول لا ما هنخاف نقابل المغرب في توب ليفل؟ بس مش هتتلعب على ان هي وديه فيا خسرنا يا كسبنا، مش فارقه، لكن دي بطوله معترف بيها، بطوله افريقيا، فطبيعي النهارده ان انا لما اجي العبهم هيبقى ايه؟ هبقى انا يا الفوز في فرق، لكن البطوله الوديه حتى لو انا خسرتها هبقى عادي عارف انها وديه مش هتاثر معايا في حاجه، فعشان كده الناس مش هتبقى داخله، او اللعيبه مش هتبقى داخله بروح ان انا عايز اكسب يا اما يا الموت يا المكسب. مفيش الكلام ده، مش هيبقى موجود في بطوله وديه. اقول لك على حاجه،